السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو انت ليه عندك شك في نفسك وفي امكانياتك؟ الفكره دي والموضوع ده مهم جدا يا جماعه، وناس كتير قوي عندها الحته دي، ان عنده شك في امكانياته وفي نفسه، وان هو يقدر ينجح او يقدر يعدي موقف معين او يقدر يتعامل مع مشكله او يقدر يعيش الحياه. هو دايما عنده الشك ده. طيب هنقسم الموضوع شويه. اول حاجه هنتكلم عليها هو هنحط نفسنا مكانه. هو انا ليه ما اشكش؟ يعني ايه اللي يخليني ما اشكش في امكانياتي وفي نفسي؟ انا مثلا انسان فاشل او شايف نفسي فاشل، انا شايف ان انا كل حاجه بحاول اعملها بفشل فيها، انا شايف ان انا مش عارف اعمل حاجه، انا شايف ان مفيش حاجه بتمشي معايا بسهوله، انا شايف ان اي حاجه بتمشي مع اي حد بتقف معايا، انا شايف ان الحياه مش مدياني اللي انا عايزه، انا شايف ان انا حظي وحش، انا شايف ان توفيق ربنا مش معايا. طيب ده ليه انت ما تشكش؟ طب هو نحط بقى سؤال تاني، هو ليه تشك؟ يعني ما يمكن انت اللي حاسبها غلط، ما يمكن المشكله عندك انت، يعني يمكن انت مستعجل في الحاجه اللي انت بتعملها دي وانها تحصل، ما يمكن انت اللي مش شايف تفاصيل الموضوع، ما يمكن انت اللي ما اشتغلتش على نفسك احسن، ما يمكن انت اللي ما درستش الحاجه اكتر، ما يمكن انت اللي بصيت على غيرك انها نجحت مع غيرك ففاكر انها هتنجح معاك، او ان انت مخك زي مخه او ظروفك زي ظروفه، ما يمكن انت كمان اللي مستسهل الحاجه، ما يمكن انت اللي شايف انها تتحل بسهوله او تتعمل بسهوله، او ان هو اذكى منك، او كل ده ممكن. طيب حط الامكانيات دي بقى، حط ممكن ده وممكن ده، حط ليه انا ما اشكش، وحط كمان ليه تشك، وحط الحاجتين كده مع بعض. طيب تعالى نتكلم على حاجه اهم بقى. هو انت شاكك في امكانياتك ليه؟ يعني كل ده حلو، انت شاكك في امكانياتك ليه؟ اول حاجه ان انت تشك في امكانياتك دي، يبقى انت في حاجتين اساسيين مش عندك. انت مش عارف تثق في ربنا، ودي مشكله كبيره، وانت مش عارف تثق في نفسك. طيب هنحط مش عارف تثق في ربنا دي لان دي مشكله شويه عندك هنتكلم فيها، بس مش عارف تثق في نفسك. طيب هو انت اول ما اتولدت كنت بتعرف تمشي؟ لا. طب انت اول ما اتولدت كنت بتعرف تاكل لوحدك؟ كنت بتعرف تعمل حمام لوحدك؟ كنت بتعرف تنزل تجيب حاجه من السوبر ماركت لوحدك؟ كنت بتعرف تشتغل على الكمبيوتر لوحدك؟ اللي بيسوق كنت بتعرف تسوق؟ لا. طب الدكتور ما هو ذكي ما شاء الله زيك، طب هل هو اتولد دكتور ولا اتعلم؟ طيب وبعد ما اتعلم اول ما اتعلم بقى يشخص صح؟ طب اتدرب ولا ما اتدربش؟ يعني خد فتره كده تدريب ولا ما خدش؟ المهندس اول ما اتولد كان مهندس؟ اول ما اتولد كان بيفهم في الهندسه وفي البنى وفي سواء مهندس مدني مهندس بترول ايا كان بيفهم في الكلام ولا درس واتعلم؟ هي نفس الفكره. طب ما هو انت سوقت لوحدك ولا اتعلمت السواقه؟ نفس الفكره كده في حياتك. هو انت اتعلمت الحاجه دي انت شفتها وتعلمتها صح وعرفت تفاصيلها صح ولا لا؟ طيب نيجي الموضوع تاني، هو انت ذكي ولا مش ذكي؟ طب ما هو انت لو مش ذكي في حاجات كتير مش هتعرف تعملها. وهنرجع برضو لنقطة اهم، هو انا ذكائي عام ولا ذكاء محدد في حاجة؟ طيب هل الدكتور ذكي في الطب بس ولا ذكي في حاجات كتير؟ ذكي في حاجات كتير. طب بس هل هو ذكائه اللي في كل حاجة دي وذكائه اللي في الكتير ده خلاه يبقى دكتور، ولا هو درس الطب وبرضه اتعلم وخدها واحدة واحدة لغاية لما وصل، وبعد ال6 سنين خد سنة كمان كذا وخد كذا ولسه يعمل ماجستير ولسه يعمل دكتوراه ولسه عشان يوصل لحد معين ويوصل لمستوى معين؟ فكل حاجه محتاجه وقتها. طيب وذكائك اللي انت بتتكلم عليه ده هو ذكاء انا مرنت عليه؟ طب ذكائك اكتر في ايه؟ هل ذكاء اجتماعي؟ هل ذكاء هندسي؟ هل ذكاء رياضي؟ هل ذكاء اجتماعي؟ هل ذكاء في السواقه؟ هل ذكاء؟ كل واحد ربنا خلقه ليه ذكاء معين. طيب ده بالنسبه لثقتك في نفسك، ان انت لازم تعرف ان ربنا خلق كل البشر، كل واحد عنده امكانيات اللي تناسبه والامكانيات اللي تخليه يمشي في الحاجه اللي ربنا كاتبها له، واللي هو هيموت ويعيش وهو بيحاول يعملها. طيب وكل واحد حتى لو وصل الدكتور ولا المهندس لما بيوصلوا للي هم عايزينه هم برضه بيستمروا في ان هم يتعلموا. الدنيا ما بتقفش، والدنيا دلوقتي بقت
اسرع وبتتجدد بسرعه وكل حاجه فيها جديد كل يوم. طب انت بتجدد نفسك في الحاجه اللي انت بتعملها ولا ما بتجددش نفسك؟ طيب انت بتحدث في معلوماتك ولا ما بتحدثش؟ طيب يبقى احنا اتكلمنا ان ربنا حط فيك ذكاء. في حته الفكره ان انت دلوقتي ما تثقش في نفسك دي غلط. الفكره ان انت مش عارف تتعامل مع الحاجه اللي انت عايزها ازاي، وهل هي مناسبه ليك ولا مش مناسبه. فحط الكلام ده اولا كده في دماغك. طيب نيجي بقى لموضوع ثقتك في ربنا. وانا معلش عايز اسالك سؤال، هو كل الناس اذكياء بنفس القدر من الذكاء في نفس الحاجه؟ لا. طب هل كل الناس او كل الاطفال بتسنن في نفس الوقت؟ طيب هل كل الاطفال بتتكلم في نفس الوقت؟ هل كل الاطفال بتتعود، انا اسف كده، على البوتي او على عمل الحمام في نفس الوقت؟ لا، كل واحد وليه امكانياته اللي بيعرفها واللي بيعملها. طيب تمام. طيب ربنا اختار حاجه معينه حطها فيك. طيب الذكاء المعين في كذا كذا. طب ما انت بص ان انت بتمشي، بص ان انت بتقف، بص ان انت بتشوف، بص ان انت بتعرف تحسب لما بتروح تدفع حاجه بتعرف تحسب، بص ان انت كمان بتسمع كويس، بص ان انت بتعرف لما بتسمع حاجه ده فلان الفلاني ده اللي بيقرا قران، لا ده الشيخ فلان، لا ده مغني كذا كذا كذا. ما هو ده برضه نوع من انواع الذكاء. طب انا بفتكر حاجه قريتها مثلا، طب ما هو ده ذكاء بصري. فربنا حط كل ده فيك. يبقى انت لازم تثق في ربنا، لان ربنا خلقك عايزك تتعب عشان توصل للحاجه وتبقى توصل للوقت المناسب ان انت تظهر فيها قوي او تنجح فيها قوي. لازم تتعلم حاجات معينه، وكلنا في الحياه كده بنمر بتجارب يمكن تكون صعبه في اوقات عشان نوصل لحاجه معينه. انت هتبقى هتجرب الحاجه بالطريقه الفلانيه هتفشل، هتجرب طريقه ثانيه، طريقه ثالثه، طريقه رابعه. طب هتبتدي بعد شويه بقى تبدع في التفكير ان انا طب ما هي مش نافعه في الحاجات دي، طب انا كذا. فانت شغلت عقلك، فانت عقلك بقى فيه نمو اكتر، عقلك فكر اكتر، فابتديت يجي لك خبره. لا ان انا لما اعمل كده هيبقى غلط، لما اعمل كده غلط مش هيجيب نتيجه، مش هيجيب نتيجه، مش هيجيب. ده اللي جاب نتيجه. فهتيجي في وقت لا هتوصل لكده. طيب يبقى انت ربنا حط لك الذكاء ده، يبقى انت لازم تثق في نفسك وبص على النعم اللي فيك في كل حاجه. بتبص على الساعه بتعرفها، ما انت ممكن تكون بتبص على الساعه وغبي ما تعرفش برغم ان انت اتعلمت. ممكن تكون ما بتشوفش، تبص في الساعه وانت مش شايف ونظرك ضعيف. كل الحاجات دي انت لازم تحطها في دماغك ان هي موجوده وان هي بتتعمل. طيب ان ربنا حط الحاجات دي فيك. الذكاء ده نعمه، والذكاء متقسم على حسب البني ادم. طب ايه الحل بقى في المواضيع دي كلها؟ اول حاجه انت لازم تفصل الموضوع شويه. الحل ان انت نمره واحد تعرف الحاجه اللي انت بتعملها دي اللي وصل فيها ونجح فيها عمل ايه عشان يوصل للحد ده ويوصل للنجاح ده. طب هل الموضوع كان سهل؟ طب هو قرا ازاي فيها؟ طب هو عمل ايه؟ طب هو مارسها ازاي؟ طب ايه الحاجات اللي هو عملها عشان يوصل لكده؟ ايه الوقت والمجهود اللي خده على بال ما يعمل الكلام ده؟ طب هل انا ذكائي زي ذكائه؟ طب هل الحاجه دي انا هعملها بالطريقه الفلانيه 1 2 3 هل ده صح؟ هل ده غلط؟ ممكن يكون هو مشي في طريق، ممكن انت تمشي في طريق يبقى اسهل منه ويوصلك اسرع لو انت امكانياتك نفس امكانيات، بس انت قريت اكتر منه في الحته دي، او يمكن هو عمل الحاجه ونجح فيها فوفر طرق تاني، او الموضوع بقى اسهل لان في ناس كتير جربته، فالموضوع بقى فيه مصادر كتير ان انت تتعلم منها وان انت تشوف. يبقى دي نمره واحد. نمره اتنين تراجع امكانياتك مناسبه للموضوع ده ولا لا. نمره ثلاثه حط كل الحاجات اللي احنا قلناها في الاول، الاسباب اللي انت مخليك تشك والاسباب اللي انت المفروض ما تشكش عشانها، حطها قدام بعض كده وفكر انه سبب اللي عندك فيه المشكله، واقعد بقى اشتغل على السبب ده ان انت تقنع نفسك ان السبب ده مش موجود وبالادله. مش تقنع نفسك اللي هو 1 زائد 1 يساوي 2 وخلاص، لا بالادله. ما هو اكيد اللي نجح اكيد عمل كذا واكيد عدى بكذا واكيد عدى بكذا. اقرا في تفاصيل الناس اللي نجحت ونجحت ازاي وعملت ايه وكل ده. ورقم يعني واحد في المعادله دي ثقتك في ربنا، ثقتك كمان ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. هتتعب، وعلى قد ما هتتعب وعلى قد ما هتحاول وعلى قد ما هيبقى عندك ثقه في ربنا وثقه في نفسك، وعلى قد ما انت هتبقى متمسك بهدفك ومتمسك بالحاجه هتنجح. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.